السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة أولى وتانية ثانوي. ازيكم؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. طبعا ده تقريبا أول فيديو أعمله أولى وتانية ثانوي. دايما بصب تركيزي على تالتة ثانوي. بحسهم أكتر ناس محتاجة دافع إيجابي وإن هما بجد بيبقوا مرهقين نفسيا. فدايما بيبقى توجيهاتي كلها تالتة ثانوي. يعني حتى دلوقتي كلنا في البرد تحت البطاطين، أجازة، كله أجازة كله أجازة، مع تالتة ثانوي يعني هما اللي مسحولين معنى الكلمة يعني. انا خصصت الفيديو ده لاولى وتانية ثانوي ليه؟ عشان هما دايما بيسالوني احنا ازاي نستعد لتالتة ثانوي. اي من رايك اخد دروس من دلوقتي في لتالتة ثانوي؟ كل الاسئله دي. يا حبيبي، انت بتفكر في تالتة ثانوي اولا من دلوقتي ليه؟ انت بتفكر في تالتة ثانوي ليه؟ سيب كل حاجه لوقتها. انت ايش ضمنك اللي انت هتعيش لبكره؟ يعني بجد قولي كده، انت ايه اللي انت ضامنه في الحياه؟ ماشي، اعمل لدنياك كانك ستعيش ابدا، واعمل لاخراك كانك ستموت غدا. تمام. انت دلوقتي هتركز في اللي انت بتذاكره ولا هتقعد تركز في ثالث ثانوي؟ عارفين والله العظيم انا اكتر حاجه اتعلمتها في الكليه، وطبعا ممكن كلامي مش هيكون واصل لكم ومش هتلمسوه عشان انتوا ما جربتوش، اللي هو لا، ذاكري ذاكري وخلاص. اللي هو اللي انت مطلوب منك تذاكري مثلا الشابتر ده، والله ذاكريه، افهميه، افهمي منه قدر المستطاع. مش ما ذاكرتهوش خلاص. هو الامتحان بكره بصمجي. بصوا، سيبكم من كل الكلام ده. انا عارفه ان انتوا يعني هتقولوا ايه، ده عشان خلصت عدت مش عارفه ايه. انا في تانية ثانوي اخدت مناهج تالتة ثانوي في الشرعي وفي العربي، بعض المواد يعني، وذاكرتها كويس جدا 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 يعني. وبعدين دخلت تالتة ثانوي، خلاص بقى ده انا داخل هفرم المناهج. اول حاجه، ما كنتش متحمسه. المواد اللي انا خدت فيها او اللي انا ذاكرتها قبل كده كنت مخلصاها مناهج كامله وحل ومش عارفه ايه. اللي انا خلصتها دي خلاص بقى كنت بذاكرها. طب ما بذاكرهاش ليه؟ اصلا انا عارفه انا هلمها ازاي، عارفه ايه اللي هيحصل فيها. فكان اهمال 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 وتكاسل. اللي هو لا مش مهم، هشوف مادة تانية دلوقتي. ومثلا حاجات زي النحو يعني لازما حل على طول ومذاكرة على طول. فده من سلبيات اللي انا اذاكر في تانية ثانوي. تالتة في تانية، ده من سلبيات انا اذاكر تالتة في تانية. انت كل اللي عليك دلوقتي اللي انت تعمل اللي عليك، والله تذاكر كويس. حد هيجي يسالني تانية ثانوي وتالتة ثانوي لهم علاقه ببعض؟ والله هقول لك لا. تالتة ثانوي ملهاش علاقه باولى وتانية. هل ده معناه ان انا مش هذاكر في اولى وتانية؟ هقول لك لا، غلط. طب ليه؟ لان اللي انت هتعمله في اولى وتانية ده اساس لتالتة. ده بيأسسك لتالتة. يعني ايه بيأسسني لتالتة؟ طريقه المذاكره. ازاي هعرف احل امتحانات، ازاي هعرف اتحكم في وقتي. اكيد يعني مش هفضل سايبها كده من غير مذاكره. طب اللي هيسيبها من غير مذاكره يعني ايه اللي هيحصل؟ هيتعب في تالتة. ممكن، مش هقولك مش هيجيب، لا ممكن يجيب، بس هيتعب في تالتة. فانت اللي عليك دلوقتي اللي انت تستعين بالله كده، وتبدأ كده ايه اللي انت تأسس نفسك. ما بقولكش اسس نفسك في منهج، لا انا بقولك اسس نفسك. استثمر في نفسك، استثمر في نفسك. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايز اصحى بدري زي التحدي اللي احنا عاملينه، اصحى بدري. طب والله انا هحاول لمده اسبوع ان انا اصحى بدري. طب احنا عارفين الفجر والبركه في الوقت. ماشي، استثمر في الوقت. الوقت ده عامل مهم جدا. مش هقعد اقول لك الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. انت عارف بنفسك. اما بتراكم حاجه عليا النهارده حاجات كتير، مثلا الانجازات اللي انا عاملاها في الفيديو بتاع التحدي، هسيبلكوا اللينك بتاعه. لو انا ما عملتهاش النهارده، طب ما انا هاجي بكره تاني عايزه اعمل فيديو تاني، عايزه امنتج بدل ما يكونوا فيديو هيبقوا 3 بطريقه اسهل. انا عليا النهارده مذاكره شابتر فيزياء، ماشي. طب بكره هيبقوا شابترين، بعده هيبقوا 3، بعده هيبقى المنهج كامل. طب انت ليه تراكم ده كله عليك؟ طب افرض المنهج كله متراكم عليك، طب تعمل ايه؟ والله واحده واحده. زي ما بنقول كده ايه، سلمه يعني، سلمه بسلمه، واحده 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 واحده، تلاقي نفسك ايه. لو عايز تصحى بدري تلاقي نفسك تصحى بدري. لو انت مش قادر تحفظ، وكل يوم مثلا بتحاول تحفظ جزئية، هتيجي مثلا في آخر الترم أو في آخر الشهر أو في آخر الدرس، مع التكرار هتلاقي نفسك حفظته. هتتعلم على طريقة الحفظ. مش عارف أحل رياضة، والله النهاردة هحل إيه؟ مش هقولك امتحان، نص امتحان، ربع امتحان، بكرة نصه، بعد كده امتحان. هتقعد مثلا في امتحان اسبوع، قول اسبوع يا عم، قول اسبوع. الامتحان التاني هتقعد فيه يومين، الامتحان التالت هتقعد فيه يوم، الامتحان الرابع هتبدأ تعمل الامتحانات بوقت. والله العظيم يعني
هتستفاد جدا. فانت اهم حاجه انا اقولها لك استثمر في وقتك. انا مش هقول لبتوع ثانوي اشتغل، مش هقول لك اشتغل جنب دراستك، مع ان يعني بلاش دي اللي بتوع الكليات، لان بتوع الكليات مش فارقه معاهم. لان مثلا بتاع الكليه خلاص هو عرف مصيره، هو عرف هو هيعمل ايه. يبقى غبي لو ما اشتغلش على نفسه جنب الكليه، يعني عذرا في كلمه غبي دي، بس هو يبقى حرفيا انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ اصل هقعد اذاكر، هتقعد تذاكر وتعمل ايه بعد ما تقعد تذاكر؟ يعني هتبقى ايه؟ ما استثمر في نفسك. هو برضو ايه اكتر حد ان هو يستثمر في نفسه في الشغل، في تعلم برامج برمجة، لغات، ده اكتر ناس في بتوع الكليات. مش هلزم بيها بتوع ثانوية. ركزوا في دراستكم، وانا عارفة ان النظام جديد وصعب عليكم، كان صعب على الكل، ولكن ما عدتوش تسألوا هنعمل ايه في تالت ثانوي. سيبوا تالت ثانوي وقتها، انت اصلا مش ضامن ان انت تعيش لها. بص، هو اللي مكتوب لك مكتوب لك، والله العظيم. انا هقول لكم تاني، انا في ثالث ثانوي قعدت اذاكر وكنت داخله رياضه حله فيها 5 كتب، جبت 92 62. اولى جامعه ما ذاكرتش حاجه حرفيا، طلعت التامنة على الدفعه، او بمعنى اصح التامنة على القسم. طب هتيجي تقول لي يعني انت بتقولي لي ما تذاكريش؟ يا ايه اللي انت بتقولي ده؟ ما ذاكرش يعني عشان حضرتك مرتاحه؟ لا. بص، كل واحد فينا بيذاكر بطريقه معينه، وله يعني لا يكلف والله نفسا الا وسعها. كل واحد له طاقه تحمل. انا كنت في ثالث ثانوي بضغط على نفسي وعايزه اسهر، عايزه اسهر زي ما هم بيسهروا. طب ما انا اصلا انا واحده بنام بدري وبصحى بدري، عايزه اسهر ليه؟ لا. وكنت الايام اللي كنت بحاول اسهر فيها كنت اقل انتاجيه، ومكنتش بعمل حاجه، كنتش بعمل حاجه خالص. طب في الكليه والله اصل خلاص بقى، انا كده كده خلاص كليه علوم. هبقى ايه؟ هقعد على الكتاب 24 ساعه هذاكر، هبقى اخش كليه طب من كليه هجيب جايزه زويل؟ مش عارفه يعني هبقى ايه. اللي هو لا، بعمل الحاجه بمزاجي، اللي هو والله ليه نفسي اذاكر هقوم اذاكر. بس لما بقوم اذاكر مثلا، او لو انا حبيت اقرا في مجال بقراه براحتي بقى، خلاص فاهمين. بس انا كنت هقول حاجه مهمه ونسيتها، بس مش مهم، هقول اخر حاجه. في الاجازه عشان برضو، طب نذاكر منهج رسم في الاجازه؟ لا يا حبيبي، ما تذاكروش منهج رسم في الاجازه. الاجازه اجازه، انتوا بعد كده هتدوروا على الاجازه مش هتلاقوها. هيبقى عندكم 10 ولا 11 شهر مذاكره بس، فهتدوروا على الاجازه مش هتلاقوها. استمتعوا الاجازه بكل طاقتكم. وانا هعمل فيديو عندنا ان شاء الله في الاجازه. والفتره اللي فاتت انا ما كنتش موجوده بسبب الكلية. كان في دكتورة حسبي الله ونعم الوكيل فيها بقى، ممكن ابقى احكي التجربة السيئة ديت في فيديو لوحده او بعد النتيجة، عشان لو الدكتورة شافت الفيديو ولا حاجة. بس اتمنى ان انتوا تكونوا بخير، واتمنى ان تكون رسالتي وصلت لكم، يعني اتمنى تكون الرسالة وصلت لكم. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي عايز يسأل اي سؤال برضو رابط صفحتي تحت على الانستجرام، بجاوب على كل اسئلتكم. واللي بيسأل عارف كده كويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.